اهلا بيكم في فيديو النهارده جايب لك النوادر. اتحداك تكون عارف اكتر من 3 حيوانات من اللي هيظهروا في الفيديو، لان اللي ما تعرفوش اننا كبشر قدرنا نحدد 14% بس من انواع الحيوانات الموجوده في العالم، والباحثين بيقولوا ان الشخص الطبيعي يعرف 1% بس من الحيوانات اللي بتعيش على الكوكب. خليني اصدمك واقول لك ان كوكب الارض عليه حوالي اكتر من 8 مليون نوع حيوانات. انا ابراهيم، وحلقه النهارده مميزه جدا لأني جايب لك 12 حيوان عايشين على كوكب الأرض تقريبا محدش يعرف عنهم حاجة. جاهز؟ يلا بينا. القرد اللي قدامك ده اسمه قرد الأوكاري أصلع الرأس. قرد حجمه صغير سهل تعرفه بسبب وشه الأحمر اللامع وديله الصغير وراسه الصلعاء وفروته اللي لونها ذهبي. القرد ده موجود في غابات فرزيا وغابات الأمازون، وعلى الرغم من إن ديله صغير إلا إنه بيتسلق الشجر بسهولة جدا باستخدام دراعاته ورجليه. القرد ده دايما بيعيشوا في مجموعات لأنهم حيوانات اجتماعية جدا، واحيانا بيوصل عددهم ل 100 فرد. بيتغذوا على الفاكهه وممكن برضو ياكلوا الحشرات واوراق الشجر. خليني اصدمك واقولك ان السكان الاصليين في غابات الامازون احيانا بيصطادوهم وياكلوهم، والقرد ده اصلا معرض للانقراض، وكمان الانثى بتاعته بتولد واحد كل سنتين. وبسبب الظروف البيئيه الصعبه اللي بيعيش فيها قرد الاوكاري بيكون سهل جدا يصاب بمرض الملاريا، وده بيغير شكله وبيبقى شاحب، وسواء جه المرض للذكر او للانثى شريكه بيرفض يقرب منه وهو مصاب. تخيل عزيزي المشاهد تفتح باب شقتك وانت رايح شغلك الصبح تلاقي البرنس ده نايم قدامك بالشكل ده. ممكن يجيلك سكتة قلبية ومحدش يلحقك. الخفاش اللي قدامك ده بحجم بني آدم، شكله هو ده باتمان الحقيقي. اسمه الثعلب الطائر أو ذو التاج الذهبي أو خفاش الفاكهة. الموطن الأصلي بتاعه الفلبين، وهو أكبر خفاش في العالم. بيتغذى على التين وأوراق الشجر، والأنثى بتخلف واحد في المرة. الخفاش ده كائن ليلي بينام بالنهار وبيصحى بالليل. الصورة دي انتشرت وعملت ضجة كبيرة للخفاش ده وهو نايم متعلق قدام بيت واحد، وكان شكله واصل لحجم إنسان، ومع ذلك الخبراء بيقولوا إنه مش بالحجم ده أصلا، وآخره بيوصل ل 30 سنتي. الطائر اللطيف اللي قدامك ده اسمه طائر بقير. عنده هيكل كبير شبه الخوذة على راسه، بيمثل 11% من وزنه، والنوع اللي في الصورة ده يعتبر من أكبر الطيور في عائلة البقير. موجود في شبه جزيرة الملايو وتايلاند وميانمار وسومطرة وبورنيو، ووزنه بيوصل لحوالي 3 كيلو. في مجموعة عرقية في جنوب شرق آسيا بتعتقد إن طيور أبو قرن صاحب الخوذة بتحرس النهر بين الحياة والموت. الطائر ده مهدد جدا بالانقراض بسبب الصيد المتكرر اللي بيتعرض له الطائر اللطيف ده، لأن الخوذة بتاعته قوية جدا وأنعم من العاج اللي هي نابل فيل، فبيكون نحتها سهل وبيستخدموها في التماثيل والخرز والمشاهد الفنية. البراز بتاعه بيكون عبارة عن بذور أشجار لأنها بتتغذى على الفاكهة وأوراق الشجر، وعلشان كده بتساهم بدور كبير جدا في إحياء الغابات اللي تم إزالتها وإتلافها. سبحان الخالق العظيم. وجه وقت عشاق تفاصيل الخيل واللي بتقدر جمالها. الحصان اللي قدامك ده اسمه الحصان الذهبي، بينتمي لسلالة الخيول التركمانية، ودي معروفة بسرعتها المهولة وتحملها وذكائها وبريقها المعدني المميز جدا زي ما انت شايف، وواحدة من أقدم الخيول في العالم اللي بيرجع تاريخها ل 3000 سنة. انت متخيل؟ الحصان ده قادر يتكيف مع أي ظروف مناخية صعبة، ومش موجود منه في العالم غير 6600 خيل ذهبي بس. معظمهم موجودين في روسيا، و700 منهم في موطنهم الأصلي تركمانستان، و1000 منهم في أوروبا، و40 في المملكة المتحدة. سبحان الخالق العظيم في جماله وتفاصيله. عارف دراكولا؟ اهو السرطان اللي قدامك ده دراكولا الحيوانات، مصاص الدماء، واتسمى بالاسم ده بسبب شكل عينيه الحمراء والبرتقالي. خليني اقولك ان عينيه بتنور شبه عيون مصاص الدماء بالظبط زي اللي بيجي في الافلام، ده غير انها بتطارد فريستها بالليل. بس رغم كل ده هو شكله مميز جدا وملفت، وممكن تحتفظ بيه وتربيه كحيوان اليف في احواض السمك، بس بيموت بسرعه. لو تم الاعتناء بيه بشكل كويس بيعيش من 2 ل3. والسرطان ده موجود في شرق اسيا. سبحان الله في شكله. اللي في الصورة قدامك دي نملة من فصيلة اسمها النمل الكبير، موجودة في فنزويلا وباراجواي، ودي تعتبر أكبر نملة من الأنواع اللي بتقطع أوراق الشجر، ومستعمرة واحدة منهم بتتكون من 3.5 مليون نملة. سبحان الله، أنت متخيل العدد؟
النمل اللي قدامك ده في كولومبيا يعتبر من التوابل بتاعة البيتزا. انا مش متخيل ازاي بيجيبوه ويحمصوه ويحطوه فوق البيتزا وبتكون غالية جدا. انا مش فاهم ازاي هقدر اكل بيتزا وعليها نمل، ده كده هتبقى بيتزا منملة. في بعض الطباخين بيستخدموا النمل ده ويصنعوا منه الصلصة كمان، وبعض الناس بتقول ان طعمها من افضل الاطعمة في العالم. انا مش فاهم ازاي. وبالمناسبة النملة دي حجمها زي حجم صرصار كبير. قولوا لي بقى لو جاتلك مقابلة مع البيتزا دي هتجربها ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات. السمكة اللي قدامك دي اسمها سمكة الببغاء، واسمها كده علشان ترتيب سنانها الغريب جدا اللي مخلي شكل فمها شبه منقار الببغاء. السمكة دي بتعيش في الشعاب المرجانية والسواحل الصخرية وأحواض الأعشاب البحرية. طول السمكة دي بيوصل من 30 ل 50 سنتي، وأحيانا بيوصل لمتر. بتتغذى على الطحالب والشعاب المرجانية الميتة، وبكده هي بتحافظ على نظافة الشعاب المرجانية دايما. وبرازها عبارة من جزيئات الرمل الأبيض. حسب الدراسات العلمية السمكة دي بتنتج حوالي 320 جرام من الرمل الأبيض في السنة، وده بيحافظ على قاع المحيط. ولكن بسبب جشع الصيادين السمكة دي مهددة بالانقراض. ارحموها بقى وسيبوها في حالها. الطائر اللطيف ده اسمه الطائر أرجوان الصدر. شكله لطيف جدا وتحب تحتفظ بيه، بس اللي متعرفوش ان الكيوت ده مفترس بشكل مرعب جدا. الطائر ده بيتغذى على العناكب والعقارب والديدان والقواقع، وعنده اسلوب صيد فريد ومميز جدا. بينقض على الفريسة ولو حجمها اكبر منه، بيقطعها حتت بجناحاته لحد ما تبقى قطع صغيرة وياكلها. الطائر ده اساسه من افريقيا لكنه موجود دلوقتي في كينيا. معظم جسمه ازرق او ارجواني، ربنا وهبه بتاج اخضر جميل وصدر ارجواني. سبحان الله على جماله. الغريب في الطائر ده ان الذكر والانثى متشابهين بشكل غريب جدا، لدرجة ان صعب جدا تفرق بين الاتنين. الكائن الكيوت ده اسمه الدكدك او الزجزج، وهو ظبي قزم بيعيش في اراضي الادغال في شرق وجنوب افريقيا. ارتفاعه بيوصل ل 40 سنتيمتر، وعلى الرغم من انه قصير جدا الا ان رجليه طويله ورفيعه، ووزنه بيوصل ل 7 كيلو. الظبي ده بيعيش 10 سنين، واتسمى بالاسم ده بسبب صوت الصفير العالي اللي بتصدره الانثى، وده صوت بتستخدمه لما تحس ان في حيوان مفترس بيقرب منها، وكمان علشان تنبه الباقيين. وبتجري بسرعه 40 كيلومتر في الساعة بشكل متعرج علشان توصل لأقرب غابة وتختفي نهائي. وبرغم انهم بيعيشوا كأسرة الا انهم بيطردوا صغارهم لما بيكبروا، بيطلبوا انهم يعيشوا لوحدهم علشان يكونوا أسرتهم. سبحان الخالق العظيم. اللي قدامك ده اسمه الذئب ذو الأرجل، وتكوينه الجسماني سبحان الله تحسه انه خليط بين الذئب والثعلب. والدراسات الجينية بتقول انه مش ثعلب كامل ولا ذئب كامل، هو خليط بين الاتنين. عنده رجل سودة طويلة وودن طويلة وطبقة حمراء سميكة من الشعر، ووزنه بيوصل ل 30 كيلو. الذئب ده بيعيش في أعشاب السافانا الطويلة بأمريكا الجنوبية اللي ارتفاعها بيوصل ل 35 بوصة، وهو يعتبر من أطول الذئاب في العالم. الذئاب في العادي بتحب تعيش في مجموعات، لكن الذئب ده بيحب يعيش لوحده، ولو حس بأي تهديد شعره جسمه كله بيقف علشان يبان أكبر في الحجم. وبرغم إن عدده بيوصل ل 17,000 واحد في العالم، لكن الدراسات بتقول إن شبه مهدد بالانقراض. اللي قدامك ده حيوان اسمه ذبابة الفيل. جسمه شبه جسم الفار لكن عنده زلومة سبحان الله. بيعيش في أفريقيا وتحديدا في المناطق الصخرية علشان يستخبى من الطيور المفترسة، ويتنطط ورا الصخور من واحدة للتانية، ويتغذى على الحشرات وأحيانا على الفاكهة والبذور وورق الشجر. وصعب تكشفه لأنه سريع جدا ودايما متخفي. الأنثى بتاعته بيحصل لها دورة حيض زي البشر بالظبط، ودايما بتشيل الأكل في خدودها علشان تأكل صغارها. سبحان الله. مش ساعات بتسمع امك بتقولك يا جربوع؟ اهو اللي في الصورة ده هو الجربوع. اسمه الجربوع المصري، ونوع من فصيلة الفيران. بيعيش في مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس والسعودية. حيوان عربي اصيل. الجربوع اللطيف ده بيوصل لحوالي 13 سنتي، وطوله لوحده بيكون 20 سنتي. الملفت فيه ان رجليه الخلفية اكبر 4 مرات من رجليه الامامية، وبيتحرك بالقفز والتنطيط من مكان لمكان. والديل بتاعه بيحافظ على توازن حركته لما بيمشي على
على رجليه الخلفية، ورغم انه جربوع الا انه حيوان اجتماعي وبيعيش مع اسرته، والبيت بتاعه بيكون عبارة عن جحور هو اللي حافرها بنفسه، وبالنهار بيفضل قاعد في جحره، وبالليل بيخرج يدور على الاكل. بياكل في الغالب البذور والبراعم، والغريب انهم ما بيشربوش ميه لانهم اكلهم بيديهم رطوبة كافية. انا عارف بعد الكلام ده حسيت قد ايه ان الجربوع مخلوق لطيف وظريف، وبتفكر تجيب واحد تربيه، بس عايز اقولك ان ممنوع تربيته كحيوان اليف لانه بيصيب بمرض الجدري. ولو وصلت لهنا يبقى انت من المميزين، ويا مميز تعالى نتفق على كلمة سر نكتبها في الكومنتات، وهي سبحان الخالق العظيم وجنبها قلب احمر. وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان تشوفوا كل جديد. اشوفكم بخير دايما، سلام.